تخيل معايا اب شاب ناجح محبوب من كل الناس اتقتل بدم بارد، واللي اتهموها بقت حرة. مش بس كده، بقت هي المسؤولة عن تربية ابنه، والمأساة انها قتلت الطفل كمان. انا حسام حامد، مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. النهارده معانا واحدة من القصص المأساوية اللي شافتها العدالة واللي حولها فيلم لقانون رسمي في كندا. نبدأ من أندرو، شاب كندي دكتور طيب محبوب متفوق وعايز يعيش حياة بسيطة ويكمل تخصصه، لكن حياته اتقطعت فجأة. في نوفمبر 2001 أندرو اتقتل، رصاص في الجسم، والشرطة ما كانتش محتاجة تدور كتير. كل الأدلة كانت بتشاور على حبيبته السابقة شيرلي. كان سابها وقال لها إن العلاقة انتهت، وهي رفضت تسيبه يبعد. الشرطة كانت متأكدة إن هي اللي عملت كده، لكن بسبب شوية تعقيدات قانونية بين أمريكا وكندا، شيرلي فضلت بره السجن وهي متهمة بالقتل. وبعد أسابيع اكتشفوا إن هي حامل بالطفل اللي المفروض يبقى ابن أندرو. الطفل اتولد واسمه زاكري، ومن اللحظة دي بدأت المعركة. الولد اتولد يتيم، والجد والجدة بيحاولوا ياخدوا الحضانة، والقانون غريب بيسمح للأم المشتبه فيها بجريمة قتل إنها تربي الطفل وتاخده في حضنها كل يوم. الجد والجدة سافروا كندا، سابوا شغلهم وحياتهم وفضلوا يتابعوا كل جلسة وهم شايفين حفيدهم في حضن الست اللي قتلت ابنهم. واللي حصل بعد كده حاجة توجع القلب. في 2003 شيرلي خرجت مع الطفل في فسحة صغيرة وما رجعتش. خدت الطفل ورمت نفسها من فوق صخرة عالية على البحر وغرقت وهي شايلة ابنها في حضنها. ماتت ومات زكري معاها، وفي لحظة واحدة العيلة دي فقدت ابنها وحفيدها. الناس كلها اتصدمت، لكن في شخص واحد قرر ما يسيبش الكارثة تموت. كيرت، صديق أندرو، مخرج أفلام، كان بيصور مشروع صغير عشان لما الطفل يكبر يشوفه. فيلم بيوثق حياة أبوه وحب الناس ليه. لكن لما حصلت الكارثة المشروع اتحول، ما بقاش فيلم لطفل، بقى فيلم مؤلم ضد قوانين الحضانة وضد العبث. فيلم دير زكري اتعرض سنة 2008 والناس اتجننت، دموع وغضب ورعب. كل اللي شافه راح بعت نسخة للبرلمان، واللي حصل بعدها البرلمان الكندي استجاب، وبعد شهور من النقاش صدر قانون جديد رسمي اسمه زكريز بيل. قانون بيمنع أي شخص متهم بجريمة عنف إنه يكون له حق في حضانة الطفل. قانون اتكتب باسم طفل مات. السينما هنا ما كانتش للفرجة، كانت معركة، كانت محاولة يائسة بس صادقة لحماية أطفال تانيين قبل فوات الأوان. والفيلم كان مفروض يوصل لطفل، لكن لما الطفل راح بقى سبب إن في أطفال تانيين يعيشوا بأمان. وده السؤال الحقيقي، هل شفت فيلم قبل كده حول مأساة القانون؟ قول لي بقى، هل لسه شايف إن السينما مجرد فرجة ومتعة؟ سيب لي رأيك في كومنت واستناني في حلقة جديدة. ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات.